أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا صباح الخير والهنا والسعادة على كل حبايب أم هنا. يلا بينا يا غاليين، هنعمل أحلى أكلة. طبعا هنقولوا عليها كفتة الغلابة، في ناس بتقول عليها كفتة الغلابة، بس أنا بقول عليه أحب حاجة عند كل حد، مصري أو غير مصري. احنا كمان بنعشقها، هي الفلافل المصرية الأصيلة بتاعتنا، بتاعت أمهاتنا وأبهاتنا وجدودنا، الحاجة الحلوة اللي احنا الحمد لله يا رب ان احنا بنحبوها. تعالوا ب20 جنيه هنعمل مع بعضينا أحلى فلافل بيتي بأحلى طريقة وأسهل طريقة. أنا طبعا كنت جايبة 1/4 كيلو من الفول يا غالين، هنقول المكونات واحدة واحدة زي ما بتطلبوا مني. هنجيب 1/4 كيلو من الفول، هنلينه من عشيه، هنضربه في الخلاط. طبعا كبة معاكي ماشي، خلاط معاكي ماشي. إذا عمل معاكي كده، عايزة تحطي له ربع كوباية مية وتصفيه وتضربيه في الخلاط، ما يعملش حاجة. أول حاجة هنضربها هي الفول ضربة نظيفة. بعد كده هنضرب في الكبة برضو أو في الخلاط بصلاية حلوة كده كبيرة، مع ربطتين وده توم، بصلاية مع توم، مع طبعا البهارات كانت، أيوة دي كمان كزبرة خضرة وبقدونس وشبت. يعني نكتر بقى ايه كده في الخضرة، احنا عايزينها لونها أخضر، تفتحي الفلافلاية جوه من جواها يبقى خضرة. ايه المكون اللي هو يفتح معانا بقى ويخلي الفلافلاية منفوخة وحلوة؟ بيضاية واحدة مع الخلاط، مع المكونات دي كلها، مع الثوم والكزبرة والبقدونس، وذرة من الكربوناتو، يعني ربع معلقة كربوناتو بس. أنا طبعا حطيت هنا في المكون ده رغيف كنت مليناه قبليه، بس مش هضربه في خلاط ولا في كبة. طبعا هو لما بيلين الرغيف ده بيبقى عبارة عن حتة عجينة بتكبيه مع الفول المضروب، واللي كبيته من الخلاط الجزء التاني ده برضو كانت الثوم مع البصل مع الخضرة مع الذرة من الكربونات ومع البيضة. طبعا احنا هنعمل ايه، انا عايباها بقى كده تبقى مجرمشة من جوه كده وفيها طعم حلو. معلقتين من السمسم. البهارات بقى يا غاليين، هتحطي كزبرة خضراء، كزبرة ناشفة طبعا مدجوجة، كمون ناعم، ربع معلقة شطة. حطي بقى البهارات اللي انت عايزاها دي انت ذوقيا، هي ريحتها كانت في دنيا تانية. المكونات اللي انا حطاها في الفلافل كانت جميلة. طبعا انا فيها ناس بتحشيها جبنة، تحشيها اللي انت عايزاه برضو، بس انا بصراحة عاملاه، انا بحب احط لها حبة البركة، واحط لها سمسم. وفي ناس بتحشيها بقى من جواها بقى تبقى جبنة موزاريلا، جبنة بيضة، بتحط لها بيض مسلوق. يعني فيها كذا معدات انت عايز تعملها تعمليها. اما انا وولادي بنحبوها بالشكل ده، الشكل البسيط. وانتوا عارفين قناتي مبنية على البساطة، تعملي الحاجة الحلوة بكل بساطة وكل حاجة حلوة. طبعا انا طبعا زعلانه منيكو، زعلانه مننا ليه يا ام هنا، عشان اخواتي وحبايبي اللي بيتابعوني وبيشاهدوني، منهم زملاتي وحبايبي واصحابي بيشوفوا الفيديو وساعات بيتفرجوا عليه وبيحطوا لي برضه كومنت حلو، بس بتنسوا اللايك. اللايك ده يا غالين ايه فايدته يا ام هنا؟ كل مره اقول لكم، هو فايدته بس انه بيرفع الفيديو على قد ما يعني يدي مساحه لكذا حد يشوفه بس، ونستفاد بيه. يعني يبقى انا تعبانه فيه مثلا وفرحانه بالفيديو ونفسي يبقى بصوا الجمال. شوفوا حته ايه، حته كفته يا اخواتي، بصوا الجمال والنبي، مستاهلش بالله عليكم الفلافل زي القمر دي. احلى لايك لام هنا. طبعا دي بحبه البركه، ودي يا ساده، دي الفلافل انا حبيت اعملها كبيره كده وما فكتش يا جماعه. ولو عندكم عايزين تضربوها على الخلاط، حطوا لها نص كوبايه من الميه وصفوها بمصفى تكون رفيعه. الميه هتنزل، ما تخافوش على الفول، مش هينزل ولا اي حاجه، هتنزل الميه بس طبعا قبل ما تحطوا بصوا الجمال، هشه بقى من جوه واقسم بالله ومقرمشه كده وحلوه حلوه جميله من بره.
مقرمشة وجميلة من بره وهشة وطرية من جوه. وده كان فطارنا البسيط الحلو. بس أنا حبيت أوريكم بعينكم أهو كل حاجة قدامكم. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايدينا ايدينا وايديكم حبايبي. وعملت دلوقتي حبة سلطة، وانتوا عارفين ان انا من عشاق السلطة وخضرة. وكانت اكلتنا حلوة وبسيطة، وعيش المصري بتاعنا الحلو. وكانت اكلتنا ده وفطرنا يا غاليين. واسيبكم في رعاية الله وحفظه، وربنا يخليكم ليا وما تحرمش منكم ولا من طيبة قلبكم ليا ولا من دعمكم معي ابدا. تنسوش اللايك والاشتراك لاختكم حبيبتي.